ما لازم أكثر من ربع ساعة. تفضل أخ عبد القباسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مؤيد للمعارض، مؤيد للاستجواب. تفضل. واسمحوا لي أن أتحدث بمنتهى الصراحة وأن أذهب إلى عمق القضية وأتكلم بتجرد من أي مصلحة إلا مصلحة الكويت وأهل الكويت. أنا أعتقد أنه لا يمكن فصل ما يجري حاليا وفي هذه الجلسة عن سياق الأحداث، ليس من اليوم وإنما من سنوات طويلة. اليوم اللي حنا نجنيه هو ثمار ما زرعناه في السنوات الماضية. أليس من المستقرب أن نناقش استجوابا في قضية التعليم وليس هناك تطرق لا قضايا المعلمين ولا قضايا المدارس ولا المناهج؟ كل اللي حصل ملاحظات قيمة ومهمة جدا من الأخ المستجوب وردود شجاعة من الأخت الوزيرة. أنا أريد أن أبدأ كلامي بالإشادة بالدكتور الفاضل سعد الشريع عندما كان راقيا وامتنع عن عرض ما يخدش الحياة العام احتراما لأهل الكويت. كفو. أريد أن أشيد أيضا بالأخت نورية لشجاعة الاعتذار اللي أبديته قبل قليل، وأن كان متأخرا، لكن أن تأتي متأخرا خيرا من لا تأتي أبدا. أنا أعتقد سعد شريع وأيضا الأخت الوزيرة برأوا ذمتهم اتجاه بلدهم وقالوا ما لديهم من معلومات قيمة ومهمة. كلنا أعجبنا بهذا الطرح الراقي، وبتنا اليوم نحن الحكم وسنقول ما تملي علينا ضمائرنا بكل تجرد. وزارة التربية خلال الثلاث سنوات الماضية 3 وزراء، 3 وكلاء، 3 وكلاء للتعليم العام، عشرات المدراء. كل هذا التغيير في مؤسسة معنية بشؤون التعليم، أليس هذا يدعو للقلق والاستقراب؟ أليس هذا يخلق عدم طمأنينة على أجيالنا؟ هذا اللي حصل. هذا اليوم تدفعون ثمنه. تستغرب الأخت الوزيرة أن في وكيل خلال 17 سنة أو 15 سنة صار وكيل وزارة مساعد. منو حطه؟ حطت الحكومة الحالية. أنتم حطيتوه، احنا ما حطينا. أقسم بالله العظيم وقد أقسمنا على احترام الدستور لن نتوانى مطلقا عن استخدام أصلاحية دستورية، لكن ليس لمصالحنا وأغراضنا الانتخابية ولا غيرها كما يحاول أن يشوه البعض أبدا، لكن من أجل الكويت وأهل الكويت. عزل وكيل وزارة، استقالة قاضي الرشيدي وكيل وزارة أيضا. هذا كل القلق اللي صاير ما يخلق لدينا شيء من القلق على مستقبل التعليم اللي طالما تحدثت عنه الحكومة. هذا اللي حصل. مع الأسف الشديد حتى الوحدة الوطنية لم تسلم. وأنا أقول كل شيء ناخذ ونعطي فيه إلا الكويت. أرقابنا لها، أرواحنا لها، مو بالكلام. اللي عنده كلام فيه خير يقوله ولا يصمت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إلا الكويت، إلا اللعب بالوحدة الوطنية. وتعرفون كلكم كيف أن البعض حاول يزج القضية وليس في معسكر وإنما من كذا معسكر قد تكون له أهدافه، لكن هذا أمر ما نقبل فيه. ترى يا أخوان تاريخنا غني وحافل. ترى مجلسنا الدكتور أحمد الخطيب الرمز اللي شارك في وضع الدستور ترى كان ينجح في دائرة الشويخ الاستقراطية والجهراء مرورا بالصليبخات. لم يكن عند أهل الكويت أي شعور. احنا تربينا على جيل كل الكويتيين سواسية، لا تقربون من القضية إلا بالتي هي أحسن. عمر ما كان في الكويت هذا الشعور، ولذلك لا أود أن أتوسع فيه حفاظا على الوحدة الوطنية. أمامكم 5 نماذج في بلاد عربية وإسلامية تتمزق اليوم حاليا، وأقولها من باب الدعاء والتضرع لله أن يحقن دماء المسلمين. في لبنان اختلاف
في وجهات النظر. شوف الصاير في العراق، شوف الصاير في فلسطين المحتلة، شوف الصاير. أليس هناك خلافا بين حركات سياسية؟ شوفوا السودان المهدد، شوفوا الصومال الممزق. أنا أقول هذا كلام وأتمنى من الله عز وجل أن يقبل دعائنا وأن يحقن دماء المسلمين. شو المطلوب؟ المطلوب أن باكر خناقنا يوصل إلى مستويات فيها خطر لخدمة من؟ للتعليم؟ هذا التعليم ما له علاقة بالقضية هذه كلها. نتكلم على التعليم ونقول رأينا، نطرح الثقة في الوزيرة، نعطي الثقة الوزيرة، نأيد سعد، ما نعرض سعد، هذه قضايا بعيدة. أنا لا أريد أن أتكلم في هذه القضية، لكنني سأدخل في صلب الموضوع الأخ الرئيس وأقول كلام الوزيرة. أنا لا أخجل أن أعلن إعجابي بردودها الشجاعة، لكنني سأقول رأيي بكل تجرد. واحد، المشاريع اللي قالتهم السيدة الوزيرة قبل شوي، في كويتي ما يفرح، في عضو مجلس الأمة ما يفرح لكل هذه المشاريع؟ والله راح نقول برافو الحكومة، وراح نصفق ونهتف الحكومة لما تصير مدارسنا بهذا المستوى. لكن مشكلة الأخت الوزيرة مثل كل الوزراء، قبل كل مشروع في حرف سين، سوف نقيم لكم هذا المشروع، سوف نقيم لكم. وعدتونا واجد. أنا ما أخجل لمصلحة الكويت، أنا لا أثق في هذه الوعود الحكومية لأن أنا عشتها وشفتها. العام الدراسي الحالي الجهرة بلية كراسي، لكن هل تستدعي القضية إن احنا ما نقول رأينا؟ لا، بنقول رأينا. قضية الهجوم على النواب، الصور اللي حطتهم الوزيرة لأكثر من نائب أقسموا أن يستجيبون وزراء. ما احنا اقسمنا في بداية الجلسة أو في بداية دور الانعقاد أو في بداية دور الفصل التشريعي أن نحترم الدستور ونذود عن حريات الشعب ومصالحه. هذا دور، هذه وظيفتنا يا إخوان. لا تجزعوا من الاستجواب، الاستجواب حق ولازم نأيده ولمصلحة الكويت، مو لأي مصالح أخرى. ترى الناس يعرفون من اللي عارض ومن اللي يؤيد لمصلحة طائفة ولا حزب ولا فلاني ولا علاني، يعرفون كل شيء. حنا راح نقول رأينا بتجرد. وأرجع لكلام الوزيرة، أيضا بعض النواب راح يتولون الدفاع عن الوزيرة لقناعتهم ونحييهم. هذا مجلس الأمة، أنت عضوة في مجلس الأمة يا أخت نورية، أنت عضوة في مجلس الأمة، أنتم أعضاء في مجلس الأمة، حالكم حالنا واحد. الاستجواب علينا احنا ما يخالف، بس أنتم عندكم المشاريع، أنتم عندكم السلطة، أنتم عندكم الجيش، عندكم الشرطة، عندكم المالية. ومع ذلك في خلل وتدهور في كافة شؤون الدولة، في كافة شؤون الدولة. قبل أن أجي إلى هذا الخلل بعجالة، أرجع إلى كلام الوزيرة عن البنت اللي شوهت القرآن الكريم اللي تطرقت لها مع الأخ المستجوب. أنا أطلعني الأخ سعد، عفوا الأخ جابر، على رد من المنطقة التعليمية ما يقبلونها ويوصلون بفصلها. ليش هذه ترجع؟ مو نعاقبها، أنا مو قصدي أعاقبها، أنا أعتقد في محاكم في الكويت والأحداث ب9 سنين ترى يودون النيابة العامة يحققون معاه. ربما تكون الأسرة سبب في هذا الأمر، لكن مع الأسف في الكويت القانون يطبق بس على الضعيف كالمحاكم. روحوا شوفوها، تعرفون أحد من المصاكة يودونه؟ لا، ما يودونه، الضعيف يروح. السؤال، ما هي مسؤولياتنا أمام هذا التدهور؟ التدهور في ماذا؟ مو في الاستجواب. ألا تثقون بما أقول يا أيها الأخوة؟ عندنا تدهور في كل شيء، من الرياضة واسحب، تدهور في الأمن، تدهور في التعليم، تدهور في الصحة، تدهور حتى في المدارس. صار تدهور، هذه حقيقة. وأرجع أقول لكم ترى هذا مو اليوم، هذا من أساس وتركيبات. بتسألوني نفس السؤال، ما مدى مسؤولية نورية؟